وياك نتونس مع فطور وسحور رمضان، ده جمال ضيوف وفرح وكل بيوت السودان. الفرحة حتسعد كل قلوب كل الصايمين، وال30 يوم كل الناس فيهم مبسوطين. ونور على النار ونور على النار ونور على النار، 30 يوم فرحانين من القلب. وياك نتونس ويا فطور وسحور رمضان، ده جمال ضيوف وفرح وكل بيوت السودان. الفرحة حتسعد كل قلوب كل الصايمين، وال30 يوم كل الناس فيهم مبسوطين. ونور على النار ونور على النار ونور على النار، 30 يوم فرحانين من القلب. قدرة مفروكة وكسرة ويا ملاح، تقلية وشوربة ولحمة في الأفراح. ونور على النار ونور على النار ونور على النار، 30 يوم فرحانين من القلب. الفرحة حتسعد كل قلوب كل الصايمين، وال30 يوم كل الناس فيهم مبسوطين. ونور على النار ونور على النار ونور على النار، 30 يوم فرحانين من القلب. كونوا عنا فرحتنا من القلب. عزيزي المشاهد، رمضان كريم. الليلة في مطبخنا معانا ضيف بتعرفوه كويس، كوميديان سوداني محبوب. أنا شخصيا متأكد إنه الزول ده لو قلنا له اعمل لنا أكلة زي مكرونة بالبشاميل بيشوفها زي الكيمياء النووية. علاقته بالملاح السوداني العديل والحلل المباشرة يعني. معنا الفنان الأستاذ الطيب شعراوي. مرحبا بك يا جمال. ازيك يا ابو طيب؟ الله يبارك فيك. ان شاء الله كويس. الله يحفظك يا اخي. اخبارك؟ شرفتني الله يبارك يا فيك. اخي. الله يسلمك. الله يخليك. الله يحفظك. الحمد لله. طبعا انت قلت انه انا لو نحن المكرونه بالبشاميل واللي ما بنقدر اعملها. أي. انا لو ركزت بعمل اي شيء. انت مركز خالص. ما انا لانه ما بقدر اركز. يعني انا لو انا حصل لي كثير جدا انه مثلا في ملحات كثيره جدا بتروح منك. بتروح مني. يعني مثلا الملاح يبدا معاك كويس، اقول لك حاجه السكه المقادير بتروح. انا مره فكرت بانه عينت على زول كان بيعمل ملاح. لا بيعمل له في قانون، ايوه. وعمل الصفيحه كده قطعها بيجا وعمل لها كده وخدت العنايه أيوة. وركبها وسواه عنايه. أيوة. قلت يا اخي انا ليه ما اعمل قانون في البيت؟ ايوه. وانا ذاتي اشتغل الحاجه دي اعملها للناس البيت اعمل لهم أيوة. قانون. أيوة. جابوا لي الصفيحه مسكتها قطعت الصفيحه وسويتها وجهزتها وده كده. بعد ذاك عشان اركب البتاع ده ابد كله الصفيحه قلت. تعمل يعني انت عندك اصلا مشكلة. بتخطى القانون ما بيجي لي. والطبيخ ده داير زول مركز. ايوه فيعني مرات يعني الزول بيقوم يقول والله يا اخي يعني خلي الخبز لخبازه. ايوه. لكن الزول لابد انه يفكر برضه يعاين ويفكر يعمل علاقتك انت طبعا علاقتك بالملاحات، ملاح زول أيوة. ملاح انت. كل الملاحات انا عينت لها وشفتها لقيت انه عرفتها ممكن يعني. عرفتها انه ممكن طيب أعملها. علاقتك يعني الملاحات اللي بتحبها شنو؟ والله انا اللي بحبها يعني دائما مرات المفاريق. مفاريق. يا مفاريق الله، لسه يا حزنانه الله. بتنادي. المفاريق دي انا بحبها شديد جدا. زي يعني باميه مفروكه. يعني باميه مفروكه. لا ما ناي والفرق الباميه بين دي ودي شنو؟ في مبقبق. لا ما انت انا ما لسه جايك. اها ما هو اساسا القصه دي يعني في امات كثيره في الاكل السوداني. نعم. في بقبق، في شعيفه، نعم. وفي تكشو. تكشو. ايوه. تكشو دي شنو؟ تكشو دي يا جمال اللي هي خضره ناشفه. ايوه. كويس. يعني بيعملوها حاجه بسيطه كده ما بتستهلك حاجات كثيره ولا بتحتاج لحمه ولا اي شيء. المهم بصله مقادير بتاعت بقبق. طيب قول لنا بقبق. بقبق دي اللي هي فصيله من فصائل الباميه. الباميه اللي هي ما بتتعمل بقبق ما بتبقى طبيخ اصلا. ايوه لانها لازم تبقى فريق. ليه؟ لانها ما بتنفع. يعني الناس بيقوموا يقولوا والله هي قويه شويه بتحتاج لنار اكثر في الفرق بتكون اجمل. ايوه. طيب ملاح ومشعيفه ومشعيفه ده برضه هو ملاح عادي كده بتاع اللي هي بالويكه. أيوة. وبصله وحاجات كده يعني بسيطه برضه ما بيحتاج أيوة. عنايه. أيوة.
طيب احنا نشوفك عايز تشد لنا شو اللي لا انا حشد لك حاجه عجيبه جدا، اللي هي عندنا اسف في الوقت الراهن، يعني بتجي تلقى انه لا ملاحك اسمه شنو؟ ملاحي اسمه روب ابيض. روب ابيض. نعم ملاح ملاح الروب. ملاح الروب الابيض ده اي يا جمال. اول تبادي بيعملوه في الصينيه بتاعت الفطور بتاعت العرس، اي تلقاه في ملاح روب ابيض وقاعده كده العصيده أيوة في النص. ايوه وبعد ذاك معاه طوالي تقليه. ايوه يعني انت تخلط تعملها كده بالجنب البجاي دي، أيوة. تعمل فيها تقليه. تقليه وبالجنب البجاي دي اي زول اختار بعد ذاك تخلط الاثنين. دائما بيجي مع التقليه روب نعم. ابيض وتقليه. بالضبط. أيوة. ديل الاثنين بيجوا مع بعض. وفي شعيريه معاهم بالضبط. ايوه شعريه بالجنبها. شعيريه لابد بالجنب. منها. حتطبخ لنا شنو؟ انا حاطبخ لكم الليله اللي هو ملح الروب الابيض. أيوة. عندي ده الزبادي اللي هو وكده. اول تبادي نجيب نجيب شنو؟ الحله. الحله. جبنا الحله. دي الحله، جبنا الحله. ايوه خطيناه هنا ده. أيوة. كويس. كبينا ملح الروب الزبادي كله. ايوه كبيناه كله كبيت الروب ان شاء الله يعني كده. ايوه ده كبيت الروب. والمناسبه الحاجه دي سهله جدا، ويعني ممكن اي زول بعد ذاك يخش بها في المنافسات. عامل فيها مقطع خالص يعني عامل فيها الوجه. هاي كيف يا اخي؟ ترشدنا بال طيب والأحرار. بعد ذاك انا كبيت الهنا ده، باخد لي بصله بس معهود. بصل. واحده بصله دي واحده. بصله واحده. كويس. بصله واحده تكفي ايوه ولا أيوة. لا تكفي؟ مثلا عشان يظبطها كويس التوم التوم. ناخد لنا مثلا 4 حبات توم. ايوه كويس. أيوة. وعشان تبقى مسبكه جميله شديد جدا تعمل شنو؟ نعمل شطه 3 قرون كده ولا 3 5 قرون 4 شطة؟ قرون مثلا 4 قرون ايوه كفايه. ايوه طيب بعد ذاك بنقوم نجيب الدقيق. دقيق. هو الدقيق ده أوي. لازم الدقيق ده شفته عشان ما يبقى إيداي، لازم انت تصوته كويس. أي. اللي هي 4 مثلا معالق. ايوه كويس. الدقيق ده كان كترته بتبقى زي الديستمبر. يكون بيبقى بتعمل لك بديستمبر. بيبقى مسبك شديد جدا بالمناسبه. أي. كويس. ايوه الله يعين له دي بعد ذاك يلا انت بنقوم. شيل لك معلقه طيب. بتاعت خشب احسن لك. ايوه ما دي عملنا بها اللي نقوم نشيل المعلقه بتاعت الخشب ايوه اللي هي هنعمل بها دي المكون ده بتاخد كله. اي كويس. انت ما فارقه معاك أي. المعالق ذاتها. نديها برضو كزبره. كزبره جميل. ايوه جميل. بتظبط والله طباخ يا ابو الطيب شفتها لحد الان لحد الان أنا ماشي كويس. ماشي كده؟ كويس جدا. جدا. شفت ده لازم تديها. نديه نخلطه كله مع بعض. ايوه خلطناه كويس. يعني ما محتاجين تاني نعمل اي حاجه. طيب نعمل نولع على النار. لا نعمل ملح. ملح. الملح أيوة. نسيته. نعم. هذا فعلا ما بتجمع. ما بدون ملح ما بتبقى. بدون ملح ما مثلا بتبقى. ايوه مسيخه. معلقه بتاعت ايوه ملح. بتاعت ملح. طيب نعم ايوه انا عشان ما اوسخ مطبخي أيوة. لازم امسح. تمسح أيوة. كشحته. ايوه نعم. انت اساسا بتكشح يعني نحن انا هعمل لك يا جمال جدا. بعد المرحله ذاك القادمه شنو؟ شفت المرحله القادمه اللي هي بعد ما انت عملت كل الخليط ده خلطته كويس جدا. بعد ذاك ما بيحتاج لاي حاجه غير شنو؟ انك توديه النار. النار وينها؟ النار وينها؟ النار وينها؟ اهو دي. بس دقيقه انت يا جمال ولد. بتشوف كويس؟ انت بتشوف احسن مني. انت مشيت زي المشيتك في حته ثانيه. لا ما من هنا انا ما من هنا قلت. أقصد. لا انت طيب. كده أيوة. مطبخ زي مطبخي. لا بتاخد الحله دي هنا نعم. صح؟ نعم هنا طيب كويس. يلا حطينا نحط الحاجات دي هنا بس. ايوه يلا. بس خلاص هنا لك دي. ها كده الحله كده جاهزه ما يعني تاخذ فتره بتاعت تقريبا ربع ساعه. أيوة. انت بتنزل هنا ده وتحط تجيب العصيده. ايوه وتحط هنا ده في. طيب طبعا انت عندك حكايات مع الحلل الكثيره جدا. ده اذكر انه كان عندك حله وانت طبعا سكنت عزابي كثير يعني. ايوه بالضبط. طبعا القطر قامه غريبه عليك. يعني كل الحلل اللي بالضبط. وما طبعا هناك شفت انت بتتعلم الحله هناك في مثلا وانت عزابي. اي لانه اي زول بيكون عنده خطه للحله دي يعملها كيف. ايوه كويس. فبتقوم انت بتجتهد عشان تعملها تطلعها حاجه
مسبكه. مسبكه. المسبكه دي مرات ما بتنفع مع الجماعه، أيوة. لانه العدد بتاعك كبير بتديها كوز. عدد العزاب لما يكون كثير بتديها 4 جكوك مويه. انت شفتها انت كوز وانا كوز. ايوه. وبعدين في بالمناسبه في حاجه ثانيه خطا بيعملوه الجماعه. أيوة. بيقوم اي زول بيتدخل في الحله دي بيقوم يكب لها ملح. مرات بتكون يعني اي عزابي مثلا الجمار عليها بديها ملح بديها جك مويه. ايوه. فانا الاخطاء اللي حصلت لي، نعم، اول مشاكل اللي حصلت لي وانه انا مع الحلة عزابي مع الحله لما كانت الحله سخنه وقلت دي داير تبريدها. اقول لك اول شيء واحده عملتها وعرفت انه بعد ذاك انه لابد انك انت تعرف المقادير. ايوه. قمت يا زول جاني ضيف عزيز علي. ايوه. وجاني في اجازه. جاك في جري. وجا في البيت. وطبعا يا جمال ما تلخمني من الهناي. انا حصوت صوت وتونس كويس وتونس معك. يعني الزول ده قام جاني انا ما عرفت اعمل له شنو. قلت يا اخوانا الليله الزول ده انا اسوي لكن وانت عزابي. ايوه عزابي وهنا كده. وبعدين قلت يا اخي انا ما في رز. اعمل رز وامشي اجيب لي سلطه واجيب لي حاجات ثانيه اعملها مع الرز ده. رز مفلفل. ايوه اعمل لي حاجه كده وبعدين لو لقيت كيلو موز كده معاه ما بطال معاه غدا كده دسم حاجه وجبه كده. جميل. فالمهم قمت كبيت الرز. ايوه. وكبيت له المويه. ايوه. ده اللي شايفه انا. ايوه. ومشيت اجيب لي حاجه اللي هو اجيب السلطه من برا من الشارع. أيوة. والرز في النار. الرز في النار. ايوه. جيت يا جمال لقيت لك الرز ده قام فوق وني وكويس وتحت احمر كويس. بعدين يعني لقيت انه اللي هي انا كبي رز كثير جدا وكبيت له مويه قايله خلاص دي كده الواد خلاص زي شاد. فطلع انه الرز لازم انك تعمل له اسمه ده يعني تكب المقادير. كبيت الرز مقدار. ايوه. تكب المويه ضعفه ضعف الحاجه الكميه اللي كبيتها. أيوة. دي ما كنت عارفها. ايوه. فالرز طمح يا زول. وبعد ذاك انه انا بقيت ما عارف اقلب. قلبت الحله على كده شلت الاحمر. ايوه شلت خليت له الطبق اللي فوق. لكن انا ما زلت يعني بتذكر الحله. يعني غير انك انت قبل كده يعني الحله سخنه دليتها بعد ما سوت دار تبردها. يا اخي دار تبردها. ما جماعه لكن الناس الدار عمل لنا هنا ديل شابكين يا اخي نحن ماشيين مستعجلين ضيوف. يا ضيوف مستعجلين. يلا قلت انا بردها لهم عشان اجي هنا. قمت لقيت اقرب جردل فيه مويه وسخانه. ما انا خدتها اللي فوق على اساس انه ما حتنزل تحت. ايوه كويس. بس خديت الحله قامت نزلت. غرفت. اسمع وغرفت عليهم والله شفتها اكلوا. لكن وانت عملت فيها ما داير تاكل يا طيب. الضيوف اكلوا. ما اكلوا طبعا. انا ملاوز بانه الناس زي المستعجلين لكن قاموا. لما لقيت طبعا ما نزل يعني شالت مويه كده. لكن انت نحت عن الاكل. فالمهم عملت فيها شبعان وانت جعان. والناس شافين. نحن موقفنا كويس مش كده؟ ايوه. جميل. نحن قفلت كده؟ قفلت كده. ليه تحزت بحرقت؟ والله يا جمال شفتها تدخل اصبعك ما تغمض عينيك. تدخل اصبعك ما تغمض عينيك. وبقول لك اصبعك انت الامثله طبعا بتجليها اصلا. ايوه. تغمض عينيك ما تدخل اصبعك. المفروض تغمض عينيك كله. شفتها كده يا جمال. ايوه. انا مستعد. ايوه. اي ضيف ايوه اتصرف معاه. اتحداه يقول لي في مشكله هنا في الحاجه دي. الحله دي؟ ايوه. والله يا اخي انا تجرب؟ لا جرب شوفها تاوي. عاين بس تاوي. والله انا ما شايف الا الشطه الخضراء. القصه دي الا الشطه الخضراء. يا كيف يا اخي؟ وبصله واحده لا تكفي. ايوه كويس. عموما ملاح روب مش كده؟ نحن حنجرب الملاح ده هنا طبعا. هاي اكيد. لكن انت اساسا الملاح ده عملته لنا ولا قبل كده سويته كثير يعني؟ والله اقول لك حاجه انا عارف انك انت بتنجر. لا ما نجر. دي ما نجر. دي انا الظروف خدتني مرات في حاجات زي دي. ولقيت انه من اسهل الحاجات انه ممكن تقدر تعمل لك وجبه برك. طيب يا ابو طيب انا عندي معك اتفاق. نعم. نحن يعني نقعد شويه هناك ننتظر لغايه ما نخط الحله دي. نعم. ونقعد نتونس لسه جدا. تفضل. ونور عنا فرحتنا من القلب. نور من سنين نور المرقة الأولى في كل العالم معروفة. في سودان الليلة مطلوبة أشهى مرقة نور. تاريخك أطعم أشهى أبدعي واتفنني بيها. نور
كنور المرقة الأولى في العالم الآن في السودان. الليلة وحرق بنار الكمين ديلة، ومشيت للعمدة وقال لي ما بمضى، مشيت للقاضي وقال لي ما فاضي، والليلة وحرق بنار الكمين ديلة. جيناكم والله اداكم يا سودانيسكو، ويا مرحبا يا مرحبا، كيف احوالكم يا اهل الحنان ويا ناس الزينين ويا اهل الطيبين والكويسين والطيبين. الليلة أخباركم شنو في الشهر الفضيل رمضان ده؟ ونقول لكم مرحبتين ثلاثة مع تجتوج الأسمريكا وصل. هوبا كنور على النار، كل يوم حفظتوه، كنور مشعلل، كنور مدلع، كنور الجميل. وأبو حميد معايا دايما اللي بيبدعني بأكلاته وشرباته الجميلة اللذيذة. كيفك يا أبو حميد اليوم؟ الحمد لله شكرا لك. كيف طيب الحمد رمضان لله تواي قرص شوية بس ماشيين نحن كويس. قربنا خلاص. يا سلام عليك. وريني الليلة عندك شنو؟ شوربة ولا حاجة ولا أكلة ولا شو يا أبو حميد؟ لا الليلة عندنا أبو المحاشي. اوف ابو المحاشي. اوه شوفوا المحشي والله ول 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 ول. هذه شنو؟ طماطم فيه وسلطه وما بعرف البتنجان الاسود. اوه طماطم فلفل اسود عجور، ممكن يكون بطاطس. دايما قول لي اديني كده مكونات المحشي شنو؟ هل احنا بنشوف زمان امهاتنا بيعجنوا حاجات وتكتك وبيحشوا دي وبيحشوا دي وبيحشوا دي، طلعوا لك في النهايه اكله محشي. ما غيرنا اي حاجه في المحشي من الحاجات القديمه. الا حاجه واحده انت يمكن تكون عارفها، لكن انا هديك المقادير اللي عندي. الرز واللحمه المفرومه، البقدونس، شويه من الطماطم المقطعه مربعات حلو صغيره، هي تخلطها كلها مع بعض وتحشيها في اي خضار. الله 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 على الحشي وعلى الاكلات الحلوه. زمان في ود نباوي والله اذكركم قبل ما اربي الكيوب بتاعتي الجميله دي اللي هي كنور، يوب بوب 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 بوب. كنا نمشي لاحمد دقل ولغاندي، من احلى المطاعم اللي كانت زمان في سوق ود نباوي، واليماني احمد اليماني والسنبلي، وكنا حركات جميله تجنن ولذيذه. كان عندنا استاذ عربي كده في حي العمده يا لطيف، والله بدي تحياتي الحلوه الجميله اللي هو استاذ حسن، كان بتاع القواعد. لما نيجي في حصه العربي يقول لك قواعد نحن نتلبك، بس كان يا ولد لما نضرب هو بالصوت انت تكركب ولا تشد ولا تعرف، يقول لك يا ولد الصقر لو وقعت كترت البتابت عيب رجل، ونحن معاكم. والله يرجع لكم الايام الحلوه الجميله دي، وانتم احلى واحلى وطيبين يا رب وسالمين وتذكرونا. انا الليله عندي لكم حبيب قلبي نونو، قطعه السكر والقطعه العسل الجميله دي اللي دايما معاكم. كنور الاول في العالم، كنور الجميل، المرقه الطيبه هذه، المرقه اللذيذه. دايما اتذكروا يا ستات البيوت، اشتروها ضيفوها للشوربات بتاعتكم، للاكلات بتاعتكم، للطبايخ، للملاح حقنا حق السودانيين، دلعوا بها وجربوا. اهي مكعب واحد او مكعبين، خطوا على حسب الطبخه وعلى حسب الاكل اللي عندكم موجوده، ودلعوا نفسكم. صح يا شيف؟ صح 100%. يا سلام يا سلام، سلم. اوب جاكم والله اداكم. ولي لي 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 بومبرو بومبرو بومب. دي كده بتسيح وتدي طعم غير شكل، ما محتاج ان انا اقلب، لذيذ، وما محتاج انه يقلب المحاشي ويظبطها زي ما انتم عارفين انه هي بتدوب وبتخش بين الجوانب وتحت ومن فوق وتظبط الاكله والحله بتاعتكم يا سودانيات ويا سودانيسكو، وبالهنا والشفا دايما يا رب في الشهر الفضيل ده. من هناك عتريس ولا شلبيه الى هنا بتشكر محمد صاحبي وصديقي ومع الاكلات الجميله. وانتم يا سودانيين انتهت حلقتنا اليوم، بقول لكم مع السلامه، الى نلقاكم في حلقات اخرى وجميله ان شاء الله. باي باي يا احلى سودانيسكو. كنور من سنين، كنور المرقة الأولى في كل العالم معروفة، في سوداننا الليلة مطلوبة أشهى مرقة كنور. طبيخك أطعم أشهى، أبدعي واتفنني بيها، كنور المرقة الأصلية أشهى مرقة كنور. كنور المرقة الأولى في العالم الآن في السودان. طيب يا جمال، نحن يلا جيب لي صحنك ده جاي. ملاح الروب. ملاح الروب الابيض. الابيض المتوسط. نعم. ملاح الروب الابيض المتوسط. أيوة. جميل جدا. شفتها؟ يعني انت حتضرب ايوه ملاح الروب ده ان شاء الله حتورينا. يلا نشوف الروب.
خبره والله. انت خبره وخير. عارفك هتقول لي خبره وخيط. خبره وخير. اي لكن كيف يا جمال؟ جميل والله. خطر كويس انك ما نسيت الحياة. عرفت الحياه؟ ايوه مذكره؟ متذكرها. نحن بمناسبة الرب ده انا بتذكر انه نحن طبعا واحدة من الحياة عارفين بعض كويس لانه ريبينا في المسرح القومي سوا. صح. تتذكر يا طيب في بورسودان لما مشينا حوض السباحة؟ لا انا وانت حوض السباحة بورسودان. انا ذاك ونحيي اهل بورسودان. نعم. وكانت اواخر الثمانينات كده. صح. كمنا مشينا بناي بانتظار البترول. بانتظار البترول. بعدين قمنا مشينا انا وانت بتعرف تعوم. عندك عوم ترع كده، جلبغه بتاع الترع كده بتجلبغ ببر. وانا يعني عوم خفيف برضه. بتاع مدن؟ بتاع دكتور عدي مدن. بعدين ود الخوايات دقه كده تلب. انت بس قول القصه. قول انت. طيب انا بتذكر انه مشينا الحوض وقاعدين وانت بتعرف تعوم؟ انا ما بعرف اعوم، لكن يا جمال انا كنت احسن منك في العوم زادوا، لانه حتى الجلبغه دي انت يا جمال دار تغرقني. بتجلبغ جنب السلم انت. هاي معلومه. جنب الحيطه. بدون جنب الحيطه. اللذيذه انك انت يا جمال نحن كنا قاعدين برا سوا، والزول ده يعني ودى تلب من الخشب العاليه ديك. ايوه دقه كده وعمل كده. نعم نزل. انت قلت لي نعمل نفس الحركه دي. انا ما قصدي كده. انت حرجتني له اعمل حركه. قلت لك نحن ننط ونقفز من هاي. لكن ما من هنا فوق، ما من زمان. وطلعنا في الخشبه الفوق دي ورحنا متلمين انا وهو. لما دقينا في الخشبه كده والخشبه طارت بين الاثنين شفنا بورسودان كلها. صح. لا المشكله المويه طلعت في برا. لا لما عملنا طبش تحت جينا عايمين بالحوض حوامه تحت علينا. بعدين انت كنكشت في السلم. ما دي حته بتاعت انك انت ممكن تنزلك تمشي لجوا. انا طبعا عاجبني فيك الطيب، انت اي حاجه بتقول ما عارفها. يعني هسه العوم ده انا لما شفتك قلت الوقت خلاص يعني. ما انت لازم تشجع. هاي على اساس انه انت تقدر تعرف حاجه. بعدين مواقفك البرة انت عارف المسرح الشغال برا اكثر من المسرح الشغال جوا انت في حياتك. لانه بتحصل مفارقات برا في الحياه ساي، وهي يعني الواحد بيكون ما قاصده. يعني هي بتجي عفوا كده. فبتبقى موقف، يعني انت موقف بتلقاه وبعدين ممكن يعني توظفه في المسرح. وبعدين على فكره قصه الكلاب، حتى الكلاب انت اساسا بتخاف من الكلاب. اللي بعرفه في كلب كده قبل كده ظاهر لنا انا وانت، صح ولا ما صح؟ صح. بعدين انت ذاتك بتنطط عيونك وجرت يعني انت ما عنديش شو. لا طبعا قاعد احكي بتاعت الكلب براي قمت فكرت انه انا خوف لي كلب. تخوف ليك كلب. يعني قعدت كده جايب الشارع الكلب عمل لي قلت ايوه بالله قصتهم معاك شنو؟ قصدك يعني انا اجري ولا شنو؟ بس قمت قعدت بعدين خدت حكلتها فوق بعض كده وعملتها دي بندقيه في الهواء هاي. عامل له كده عملت الكلب كده زي بندقيه. بس قلت لك بوشنج بس الكلب ده وصل هنا ده. يعني لا انا ما انت عندك. بعدين انا طبعا المشكله ما الكلب ولا النهاية، المشكله اني زول ماشي بالشارع. يعني انا بقيت ما عارف انه اكورك ولا كله لانك بتيجي متاخر بالليل. انت عارف الواحد لما بيجي متاخر بالليل طبعا بيلاقي لك كلاب، وبعدين في كلب كده بيكون عنده كراهيه قديمه معك. يعني انت ماشي هاو يعني انت بالذات فانت بتتذكر مش حكيت لي الكلب ده كان لانه اساسا انت لما تيجي الحله بيكورك فيك انت بس. نعم. كانه عنده معك حاجه شخصيه. هو طبعا في كلاب شرسه جدا بالمناسبه. هي زي المتلقيه حجج. يعني كلب تلقاه زي انه طالع على في راسه انه يعني انا اقوى زول في العالم ده واي زول ما يجي ماشي. بعدين انت عضيت كثير. انت اخذت اكثر زول اخذ حكم في بطنه انت ده. والله يا جمال اقول لك حاجه. انا في الكلاب اللي لقيتهم اخذت كده. يعني انا في حته في حلتنا في شارع كده، يعني ممكن يكون في حياتي مره واحده بس
تاني اصلا ما مشت بك. وبعد بقى الكلب ما في شويه شيء بحس بانه الكلب ده لسه قاعد في مصطفى قرش. وبعدين مربوط الكلب مربوط جوا اللي هنا، لكن يا جمال وانت ماشي في الشارع ما بتقدر تعرف انه الكلب ده مربوط. بديك احساس انه مفكوك. مش مفكوك، ده حيجي هسه دي عديل كده بياكلك. بالله. عشان كده الحاجه دي راسخه في الذهن منه يعني بدري من جدا. تربيتك انت ودي صغير. صغار نحن لما صغار بيرسلونا للدكان بنكون ماشيين انت بتبكي ليه؟ في المرسال جنب الدكان في كلب. لانه الكلب مربوط اي مربوط. مربوط برضه كلب مربوط. مربوط برضه. لكن اقدر اقول لك كلام. انت عارف انك لما نقلت الخوف بتاعك من الكلب ده، اذا دي شغلانه قديمه نقلتها للدراما. انت الكلب ده جد لما تمثل بتخاف منه. والله هو انت ما قلت، انا قبل قلت لك انه كل الحياه دي في الذاكره الانفعاليه بتاعتك انك انت بتقدر تستخدمها وتجترها. تجترها وتجيب الاحداث ذاتها. أيوة. يعني مرات في ومرات في زرات حقت ناس ثانيين انت بتقوم برضه بتلقاها واحد لقاني قال لي يا اخي زميلكم الطيب شعراوي ده طوالي هو في الدراما دي مزرور، يوم ساكي لك ده يوم ساكت الجداده دي. نعم. ويوم ساكي لك يعني عنده في الخوف بعض مرات في الكوميديا. نعم. عنده حاجات يعني أيوة. لطيفه. ايوه بيدفعك لاشياء كده. انا طبعا اقول لك يعني خذ لك كجمه واحده. نعم. من لقمتك دي. نعم. لانه وانا اللقمتي دي المفروض اصلا ما نجيب منها. عصيتك الخايف عليها. ايوه. استاذ الطيب شعراوي كتر خيرك شديد جدا. يديك العافيه يا جمال. وشكرا على ملاح الروب الجميل ده بالعصيده. وبنقول لك المره الجايه نحن دايرين لنا فته ان شاء الله. كتر خيرك. الله يبارك فيك يا ايوه الطيب.